بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي، بحبكم في الله. الفيديو ده جميل جدا، هيعجبكم وهينور رضاكم. زي ما انتم شايفين كده، مكونات سهلة ومقادير سهلة موجودة عندنا في كل بيت. هنعمل حاجات عظمة زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. معايا كيلو من الدقيق ده دقيق بلدي. هنضيف له كوباية من الدقيق الفينو اللي هو جميع الاستخدامات. معايا معلقة من الخميرة، معلقتين صغيرين من الخميرة، معلقة كبيرة بيكنج باودر، رشة ملح، 3 معالق من السكر، بيضة، كوباية من الحليب. وهنبدأ ان احنا نلف الدقيق بتاعنا بالمكونات دي حلوة قوي. وهنزل بكوباية مية، وبعد كده هنكمل بقية العجن بتاعنا. هنستخدم كوباية الا ربع مية. هي دي المكونات السائلة بتاعتنا للعجينة بتاعتنا، وبتختلف من دقيق لدقيق زي ما انتم شايفين كده. هتلاقوني بضيف الكوباية الا ربع حبة بحبة كده، على ما نشوف الدقيق بتاعنا هياخد كوباية كلها ولا لحد فين، لان الدقيق بيختلف من نوع دقيق لنوع دقيق اخر. اهم حاجة ان احنا نعجن حلو زي ما انتوا شايفين كده. العجينة ان احنا نخدمها حلو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اهم حاجة ان احنا نخدمها حلو لغاية اما تنعم معانا والملمس بتاعها يبقى حلو. في الوقت ده النور قطع، بس هنكمل علشان نسيبها ترتاح كده، يكون النور بتاعنا جه، ونكمل العجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. معايا ربع كوباية من الزيت، هنزلها على العجينة حبة حبة لغاية اما العجينة بتاعتي تتكون او تتشكل وتنعم معايا وتبقى حلوة قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نعمت معايا وبقى شكلها حلو قوي. هقسمها ل3 كرات زي ما انتوا شايفين كده. الكورة التالتة هنضيف عليها معلقتين من الكاكاو، وهنضيف لها معلقتين من المية زي ما انتوا شايفين كده. وهعجنها حلوة قوي لغاية اما تبقى كلها شوكولاتة او كلها كاكاو، ويبقى لونها بني او لون الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده. ان انا عجنها حلو ويبقى كلها واخدة من الكاكاو بتاعنا، ويبقى كلها لونها موحد. هعجنها حلو قوي وهيبقى كلها لونها موحد زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ما شاء الله. واحدة بيضة وواحدة بالشوكولاتة، والتانية هنعملها برضو نوع تاني مع بعض في الفيديو. سبتها اختمرت او ارتاحت زي ما انتوا شايفين كده، والنور بتاعي جه. هنكمل بقى وهنفرد مع بعض العجينة بتاعتنا. هفرد الشوكولاتة مستطيل وهلفها رول على المفردة بتاعتي، وهنفرد البيضة زي ما انتوا شايفين كده مستطيل برضو، وهننزل عليها اللي بالشوكولاتة، وهنحاول ان احنا نسويهم على بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. واحاول ان انا اتك عليها بالمفردة بتاعتي ان هما ايه يندمجوا ببعض او يبقوا ملتصقين ببعض. معايا شوكولاتة مبشورة اي كمية تفضلوها، انا مش هكتر علشان ما تجزعش النفس، عشان انا عندي اطفال صغيرة. اللي حابب يكتر، اللي حابب يعمل اي حشوة مربى، اي حاجة هو حاببها هتدي طعم حلو برضو ومختلف معاكم. زي ما انتوا شايفين كده هلفها رول، وهعملها بالسكينة او بقطعة البيتزا شرايط كده، وهلفها علشان تديني لفة حلوة كده. وانا بلف الرول بتاعي هتديني طاقية السلطان الترند اللي كان معمول. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، جميلة جدا وسهلة جدا وطعمها في منتهى الجمال. جربوها تنبهروا بيها. لو وصلتوا معايا للنقطة دي لايك وشير وكومنت حلو كده، وننزل في التعليقات نسمي ونصلي على رسولنا الحبيب اللي هيشفع فينا يوم القيامة ان شاء الله. هلفها بستريتش رول واسيبها ترتاح او تكمل خمر تاني. معايا العجينة البيضة التانية هقطعها كرات، هقطعها كرات صغيرة، وهفردها بالمفردة زي ما انتوا شايفين كده. هعملها قرص صغيرة بالجبنة. الجبنة بتاعتي حادقة قوي، مش هكتر، اللي حابب يكتر براحته. اهم حاجة ان انا افردها حلوة قوي، واحط عليها الجبنة وهلفها برضو، وهقفل حروفها حلوة قوي علشان ما تفتحش معايا في الفرن. ودي خطوة مهمة قوي لازم تاخدوا بالكم منها.
هنعمل الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده بالجبنة. دي جبنة قديمة حادقة قوي، يا ريت ما نكترش منها علشان ما تحدقش القرص وتديكي طعم مش حلو او مش ما يعجبكيش. لو الفيديو عجبك لايك وشير وكومنت حلو. بعد ما خلصنا وسبتها ارتاحت وزادت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، هندهن وشها بيض وهندخلها الفرن. هتستوي وهتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه دوت. هتزيد في الفرن وهتبقى هشة وخفيفة. شايفين لونها من تحت ومن فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تسويتها حلوة قوي. اهم حاجة ان انت تظبطيها في الفرن وتستوى معاكي حلوة قوي. والقرص اللي احنا عاملينها بالجبنة طرية وهشة حلوة قوي بجد، تفتح النفس وطعمها حلو قوي. ده عيش دي دقيق بلدي يا جماعة، مش دقيق فينو. اللي حابب يعمل بدقيق فينو هتديكي نتيجة احلى من كده بكتير. مكوناتها سهلة وبسيطة جدا، موجودة عندنا في كل بيت. طعمها حلو قوي، هتفرحي بها اولادك. ممكن تفطري منها، ممكن تتعشي منها بكوباية شاي. طعمها لذيذ جدا وطعمها حلو قوي وغنية ومفيدة جدا. وربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا الافضل والاحسن. لايك وشير وكومنت حلو منكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.